طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملخص لماتش ريال مدريد واتلتيكو مدريد. الصراحة اللي جون فيه كانت ممتعة جدا، والماتش كان ممتع الصراحة من وجهة نظر على الأقل. يعني شوف انت شايف الماتش كان بالنسبة لك عامل ازاي. فهنخش في الماتش على طول يعني، ونشرح فيه كلام كتير. عندنا كلام كتير اوي هنقوله. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتروح هناك على التيك توك تشوف الفيديوهات اللي انا بعملها برضو. نفس المحتوى كورة برضو، بس بيبقى فيديوهات قصيرة شوية. ان شاء الله تعجبك يعني. وما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، وتكتب كومنتات ايه اللي انت عايزه نعمله في فيديوهات جاية ان شاء الله. فنخش في الموضوع على طول. ماتش اتلتيكو مدريد وريال مدريد، الصراحة ابتدينا سيطرة لريال مدريد. كورة فالفيردي بيبص رودريجو بصراحة اللي بشوفه مظلوم في وسط اللعيبة النجوم اللي معاه، مبابي، بلينجهام، فينيسيوس. بشوفه والله العظيم هو كويس جدا، وما يقلش حاجة عنهم على فكرة. وهو مساهماته التهديفية عالية زيهم برضه، مش أقل منهم ولا حاجة. ممكن يكون فرق جونين، أسيستين، 3 جوان ولا حاجة. وقيمته التسويقية عالية جدا. ده لو راح نجم، لو راح فرقة هيبقى النجم بتاعها الأول، ويبقى النجم بتاعها، ويبقى المساهم الأعلى في التهديف بتاع الفرقة اللي هو يروحها. هو في ريال مدريد الصراحة مش واخد حقه. حتى لما بنشوف الإعلانات بيكتبوا امبابي، فينيسيوس، بلينجهام. مهملين شوية حكاية ان معاهم نجم كمان اسمه رودريجو. وده بيخليه عنده دافع شوية ان هو يقول لهم وانا موجود وانا موجود. وبصراحة نزل الماتش جاب جون هايل الصراحة، مش اي حد يعرف يحطها كده. والكرة كمان على فكرة ما كانتش ثابتة على الارض. كانت لو انت خدت بالك هو قبل ما يشوطها كانت الكرة مرفوعة عن الارض، متنططة كده شوية عن الارض، لانه هو بياخدها وبيقطم لجوه عشان يشوط. طولت منه شويه بس الحقيقه وجابها جون يعني. وبصراحه صعب على الحارس، صعب على الحارس اوبلاك ان هو يصدها يعني. ونفس الجون برضو بتاع الفاريز، ده مهاجم كما يقول الكتاب بصراحة. يعني انا بقول السيتي خسرت المهاجم ده الصراحة. يعني هي عودته بصفقات تانية. جابت مرموش بس لسه برضو ما دخلش وانسجم في الفريق. بس بصراحة الفاريز ده يعني واحد كسبان تقريبا كل بطولات العالم، دوري انجليزي، كاس دوري انجليزي، كاس عالم مع منتخب كوبا امريكا. يعني لسه سنه صغير كمان، ممكن تستثمر فيه، تجيبه بسعر وتبيعه بسعر أعلى. وبصراحة مهاجم كما يكون الكتاب يعني. حط كورة يعني تقريبا كورتوا كان مفكر ان هو يرفعها، بس بصراحة الشوطة جامدة والجون جامد والجونين أحلى من بعض. والتالت بقى الجون التالت بتاع إبراهيم دياز برضه، الوان تو ما بينه وبين مندي، ومندي بيعمل أسيستات تخيلوا، وإبراهيم دياز وبيحتفل مع الجماهير كمان. وكان الماتش فيه تبادل هجمات بين الفرقتين يعني، اللي كان على فترات سيطرة من ريال مدريد. وبصراحة ريال مدريد محتاج لسه صفقات يعني. باك شمال، قلب دفاع احتياطي يبدل مع روديجر واسينسيو. اللي بشوف اسينسيو ده بصراحة يعني فلتة كده من الناشئين بتوع ريال مدريد. وبصراحة لو كان ريال مدريد ناوي ان هو يروح يشتري المدافع، ما كانش هيدفع اقل من 150 مليون في ظل الاسعار اللي احنا فيها ديت يعني. هو طلع لك مدافع شاب ببلاش، اديله راتبه بس، ومن عندك كمان يعني تجدد له بقى وتمدله عقده لأطول فترة ممكنة، عشان ما فيش اي فرق تيجي تطمعه في فلوس زياده كده ولا كده برضه. خصوصا ان في طلع كلام ان هو ما رضاش يجدد لما قدموا له العرض الاول في التجديد يعني. وانا شايف بصراحه ما اظنش ان الكلام ده صح يعني. هو بيلعب في ريال مدريد، واي حد يتمنى ان هو يلعب في ريال مدريد يعني. فيعني لو قدموا له عرض تجديد بفلوس ترضيه وترضي الوكيل بتاعه، هيقعد في ريال مدريد يعني. وخصوصا ان هو معاه نجوم كتير قوي يعني في الفريق، وكل سنه ضامن بسم الله ما شاء الله يعني دوري ابطال اوروبا. حتى هم في أسوأ مواسمهم في الدوري، وبيخسر قبلها من ريال بيتيس 2-1. ويعني قلنا هنخش ريال الماتش بتاع اتلتيكو مدريد الفريق وحش وكده. الصراحة الماتش كان حلو والخطة كانت حلوة، وانشيلوتي برضه كان دماغه شغالة في الماتش ده. وبصراحة يعني بس ده كلامي على ريال مدريد. كلامي بقى على اتلتيكو مدريد دي يعني، سيميوني حتى في تغييراته دفاعية، فكره دفاعي. ايه يا عم الدفاع اللي انت فيه ده كله؟ خسران 2-1، المفروض يطلع مهاجم خط وسط وينزل
مهاجم عشان يزود اهدافه او يتعادل، حتى يوم يطلع جريزمان وننزل قلب دفاع. عايز تحافظ على النتيجة 2-1، افهم ان انت عايز تحافظ على النتيجة عشان تروح الماتش التاني على ارضك وسط جمهورك تجيب جون وترخم عليهم، تبقى تدافع برضه. واعتقد برضه ان الماتش الجاي هيبقى فيه جوان من الطرفين على فكرة يعني، وترجع تدافع او توصل ضربات جزاء بقى وانت وحظك بقى. بس يعني ما تزود اهداف وخلينا نستمتع شويه بالماتش. حلل الفلوس اللي دافعينها على القهوه عشان تتفرج على الماتش. يعني بصراحه الفرقتين بصراحه لو كانوا زودوا شويه اهداف كان الماتش يبقى جميل ونستمتع الماتش الجاي برضه اكتر واكتر. بس يعني هو الماتش خلص 2-1. ده ملخص لماتش الريال واتلتيكو في دوري ابطال اوروبا. لو انت سمعت الصوت اللي بتاع الهز ده فالجو بيشتي يعني، فانا مش عارف اشيله في المونتاج صراحه. فيعني نتعاون مع بعضنا كده يعني ونعدي الدنيا يعني. نخش على ماتش ارسنال وايندوفن، كلمتين بس. ارسنال من غير مهاجم ومن غير خط هجوم تقريبا، كان بيلعب بميرينيو وتروسارد ونوانيري تقريبا وتحتهم اوديجارد. بصراحة اوديجارد سجل هدفين، يا رب الجونين دول يرجعوه تاني للفورمة الجوان يعني وحساسية الاجوان، بعد ما كان اخر ماتش في الدوري الانجليزي الجمهور زام عليه وهو طالع في التغييرات. ميرينو بيلعب راس حربة مع انه اصلا مش مكانه، وبيسجل برضه، وكده فيوري بيسجل. والله انا شايف ان كرافيلو ده ينفع مهاجم، على الاقل بيعمل بدماغه حلو وبيشوط احسن من ميرينو. يستغل ميرينو في خط الوسط ان هو يصنع اهداف وكده جنب ديكلان رايس واوديجارد. وكرافيلو عندنا بديله يعني لويس سكيلي ده باك شمال برضه محترم، يعمل اسيستات ويعمل ماتشات شغل هايل يعني. والله يعني طالما خلاص بقى بنعبط في عبط يعني بنلعب خط وسط مهاجم، لا نجرب كرافيلو ده والله لحد ما نشوف الفرقة هتجيب مهاجم ولا لأ في انتقالات الصيف ان شاء الله. 7-1 يعني نتيجة كبيرة، وما اعتقدش ان هيبقى فيها رومونتادا من ايندهوفن يعني، وخصوصا ان الفرقة برضو عملت كل حاجة في الماتشات اللي كانت قدام الأندية الإيطالية. يوفنتوس لعبوا يوفنتوس تقريبا وخرجوها، وجابوا تقريبا كل طاقتهم بقى في الماتش اللي فات يعني اللي قبل أرسنال يعني. نزلوا ماتش أرسنال 7-1 فرق 6 جوان يعني. الماتش الجاي يبقى في الامارات ستاديوم ملعب ارسنال، وما اعتقدش ان في فرقه هولنديه قبل كده عملت ريمونتادا يعني على فرقه انجليزيه في ملعبها على مر التاريخ يعني. ارسنال اول نادي في التاريخ يسجل زائد 7 يعني يسجل 7 اهداف خارج ارضه في تاريخ دوري ابطال اوروبا، وده كان انجاز يعني بالنسبه لفريق نادي ارسنال والكوره يعني عموما يعني مكسب ممتاز يعني. بصراحة ان شجاع من ارتيتا ان هو ما استسلمش لما مثلا جاب اول وتاني وتالت ورابع، ما قالكش برجع دافع ولا، هو داس وزود الاهداف، والفرقة كمان تحسها كانت متعاونة مع بعضها وبيسجلوا، عايزين يخرجوا باكبر نتيجة ممكنة في الماتش عشان يريحوا نفسهم الماتش الجاي. وخصوصا الماتش ده كمان على ارض المنافس يعني بره ارضك، فانت تكسب النتيجة دي على بره ارضك لان انت بقى يعني داخل بقلب جامد ومش خايف من اي حاجة، حتى وانت ناقص بين الاصابات ساكا ومارتينيلي وكاي هافرس وجيسوس وكذا لاعب مصاب يعني من الفريق. بس ده كان ملخص الماتشين يعني. على فكرة النتيجة بتاعت 7-1 دي ما اعتقدش ان هي فيها رومنتادا. الاهداف اللي هنشوفها ان شاء الله اتوقع في ماتش ريال مدريد واتلتيكو، اعتقد ان ريال مدريد هيكسب برضه الماتش ده، ممكن يكسب 2-1 ولا حاجة، او 1-1 ويبقى النتيجة 3-2 ويتأهل ريال مدريد يعني. ونشوف بقى هيلاعب مين في دور الثمانية. بس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتخش على الروبوت اللي هسيبهولك في الوصف يعني، تلقي نظرة كده وتقول لي ايه عجبك وتقترح لي فيديوهات اعملها ان شاء الله في الفترة القادمة. سلام.